في البداية بضيف خل، طبعا أي نوع من أنواع الخل، مو لازم يعني خل معين. بضيف صوص الأجنحة، بضيف شوي كاتشب، حطيت شوي مايونيز وشوي زبادي، بحط شوي عصير ليمون، بحط معزز نكهات، بحط بهارات مشاوي، ما راح اكثر، شيء بسيط فيه. بضيف الان شوي بودرة ثوم، بضيف شوي فلفل ابيض. فلفل ابيض يجي نفس الفلفل الاسود بس انه ابيض. حطيت شوي ملح وشوي فلفل اسود. الان بخلط الخليط، بجيب الدجاجة بوريكم ايش بسوي فيها. طبعا في البداية ميزة الابرة هذه مفتوحة من هنا ومفتوحة من هنا عشان ما تنسد. الحين بحطها في التتبيلة، بشفط التتبيلة. ثواني بس. ايوه طيب. طبعا زي ما قلت لكم ميزتها مفتوحة من هنا ومفتوحة من هنا. الحين ابغى اشوف العضلات حق الصدر. شوفوا لاحظوا الصدر الان، اذا اكلت الدجاج بتحصلوا انه هذه قطعة هنا الحال وتحت قطعة، فبدخلها بين القطعتين وابدا اعبي. لاحظوا الصدر كيف ينتفخ الان. الحين باجي للصدر الثاني وادخل الابرة بين العضلتين واعبي. لاحظوا الان كيف قاعد ينتفخ، انتفخ للنهاية. الحين نفس الشيء الدجاجة، لاحظوا الآن في خط هنا، هذا الفاصل بين العضلتين، بدخل بين العضلتين هنا وأبدأ أعبي. لاحظوا كيف قاعد تنتفخ الآن الفخذة. انتفخت الرجل، باقي انتفخت الساق، باقي الفخذ من تحت. الحين نفس الشيء بالساق الثانية، بغزها من بين العضلتين وببدأ أعبيها. لاحظوا معي كيف جالسة تنتفخ. والحين نفس الشيء باجي لهنا العضلة وأعبي المكان اللي ما تعبى. لاحظوا كيف انتفخت ما شاء الله الفخذة. نفس الشيء الجناح، بغز بين العظمتين وأعبي شيء بسيط لأنه الجناح صغير. ما شاء الله صار معضل، تقول لاعب حديد. بغز هنا برضه عند الصدر. لاحظوا التتبيلة وين صارت. لاحظوا معي الآن كيف الدجاجة صارت مشدودة. معضلة ما شاء الله. شوفوا عضلاتها كيف، حتى الجنحان. الآن بحفظها يا بالثلاجة يا بالفريزر، بعدين وقت القلي بقصقصها وبقليها، تبقى البهارات بين اللحم جوا، ما يحتاج حتى أتبلها من برا. شوفوا الآن مثل الجناح، شوفوا البهارات صار تحت الجلد لأنه الجناح ضعيف. ما شاء الله صار سمين. بس أبغى منكم الله لا يهينكم تذكروا الله ويعطيكم العافية على المتابعة، وإن شاء الله تعجبكم الفكرة. واللي يبغى الإبرة هذه موجودة في الدانوب أو موجودة في السيف، سعرها يمكن 20 ريال. لاحظوا الحين أنا حطيتها في الصحن اللي جت فيه، وربطت طبعا السيقان وربطت الجنحان، وغلفها بورق التغليف وبحطها بالفريزر. اقدر احطها بالثلاجة اذا انا ناوي اقليها او اشويها، بحطها بالثلاجة، لكن انا ما بستخدمها الحين، فبحطها بالفريزر عشان تبقى التتبيلة داخل اللحم. وتقدر تسويها مقلي بالزيت او تقدر تسويها بالفرن عادي او شوي على الفحم.